السلام عليكم، تحياتي لكم جميع المتتبعين والمشاهدين. مرحبا بكم معايا في مطبخ شهيوات رحمه المتواضع. اليوم جيتكم فيديو جديد وصفات المروزيه كما كتشوفوا اللي كتجي ما نقول لكمش واحد البنه رائعه والمذاق. كنتمنى تجربوها وتستحق التجربه. ولا بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير ومع جميع الاسرار ديال المروزيه، ما عليكم الا تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتشاركوا معنا في القناه فضلا وليس امرا منكم وتبارطاجيو. وشكرا لكم وبسم الله وعلى بركه الله نبداو الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وبصحه جيده دائما ان شاء الله. المتتبعين ديالي العزاز، تحياتي لكم فين ما كنتوا، سواء داخل الوطن ولا خارج ارض الوطن. اليوم معكم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم هذا المروزيه بطريقتي انا، وبسم الله نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا هنايا عندي المروزيه واحد المعلقه كبيره، هنايا عندي واحد الضامه ديال الزعفران شعره، شويه الملحه، واحد المعلقه السمن، واحد 4 ضروس ديال الثومه يكونوا كبار. كما كتشوفوا هنايا عندي اللحم ديال المليجات اللي كنحيدوا منهم اللحم ديال الشوا، وكيبقاو لنا هاد المليجات هادو كيجيو زوينين في هاد المروزيه. بسم الله نبداو نديروا التزويمه. واخا كما كيقولوا جات معطله ولكن ضروري نشاركوها معكم. واحد المعلقه ديال المروزيه، هاد المروزيه كنشريها من واحد السيد جاهزه زوينه كيطحنها على يديه، يعني ماشي غير كيشريها ولا شي حاجه، عنده المحل كبير كيطحن هاد الشيء هذا ديال التوابل. هنايا واحد المعلقه ديال السمن، هنايا شويه الملحه، غير شويه لحقاش غادي نديرو السمن مالح، هذاك الشيء علاش حتى نذوقو ونشوفو. هنايا واحد الضعمه ديال الزعفران شعره، غادي نحتاج ليه واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. بالنسبه لهاد القرفه عواد والزبيب حتى التالي عاد كنضيفوهم حتى هما غادي نشارك معكم الطريقه ديالهم. هنايا غادي ندير شويه د الماء باش غادي نخلط هاد الشرموله. هذا اللحيمه غادي نبيتوها ليله كامله في هاد الشرميله هذه. ضروري هاد المروزيه كتبات مشرمله باش كتفتى وكتجي كتدخل لهداك الشرموله اللي غادي نديروها ليها، وكتجينا بنينه بزاف هكا. باش غادي نبرك على داك السمن يذوب مع العطريه. صافي هنا غادي ندوز نشرمل اللحيمه ديالي. كما كتشوفوا هاد المليجات كتجي زوينه. بسم الله. قد ما ترقدات في هاد العطريه كتجينا المروزيه زوينه. الا كنتم مزروبين عليها في الميتال ولا شي حاجه غادي ديروها واحد 2 سوايع ولا 3 صافي وديروها طيب. ندخلوا ليها الشرموله مزيان في هاد اللحيمات. صافي هكا غادي نرقدوها، وغادي نجيب السلوفان نغطيها باش ما ديرلش لينا الريحه ديال الثومه في الثلاجه. صافي غادي ندير لها السلوفان من الفوق وغادي ندخلها الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله، وعاد غادي نصبوها. صافي هنايا غادي ندير لها هكا. صافي هكا وغادي ندخلها الثلاجه. ايوا ان شاء الله حتى ترقد، وغادي
نرجع معاكم باش عاود نديرو هاد الطيب، وغادي نشارك معاكم الزبيب واللوز. وكيف ما راكم تشوفوا يا المتتبعين ديالي، بعد ما خليتها ليله كامله في هاد الشرموله، دابا غادي ندوزو نديرو هاد الطيب. هنا غادي نجيب واحد الكوكوط فاش غادي نديرها. بسم الله. هكا هاد الشرموله اللي بقات غادي نزيد عليها حتى من واحد الكاس ديال الماء صافي. خليوش هاد الشريميله هي المهمه في هذه هي الشريميله اللي بقات لنا. زدنا عليها شويه الماء وغادي نديروها مع هاد الجنيبات هكا صافي. هنا صافي غادي نخليها هكا كما كتشوفوا. غادي نديرها الطيب. شنو غادي نزيد عليها؟ 2 عويدات ديال نكملها واحد الكاس الماء. غادي نزيد عليها واحد 2 عويدات ديال القرفه صافي لا غير. وغادي نديرها الطيب على عافيه مهيله. غادي نمهل عليها العافيه بعد ما تبدا تغلي صافي. غادي ندير عليها العافيه مهيله ونخليها. غنزيد ليها هاد 2 عويدات ديال القرفه وهذا كاس معامرش ديال الزيت، ما بين الزيت بلديه وروميه، لحقاش ما نكثروش فيها الزيت. راكم عارفين الغلمي كيطلق ليدام صافي. هنايا غادي ندوز نديرها فوق البوطه. بعد ما يبدا يدخل هاد الطياب غادي نكون في الزكاز الزبيب. غادي ندوز نديرو يتغسل ونشفو وغادي نديرو عليها وغادي نشاركو معكم ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا يا المتتبعين ديالي، بعد ما طابت لينا اللحيمه بدا كيدخل هاد الطياب. كنقلبوها غير بجنيوه هكا، كنشوفوها راه يدخل هاد الطياب صافي. هنايا غادي نزيدو كما كتشوفوا عندي هنايا الزبيب بعد ما غسلته حتى ترطب هكا مزيان. وهنا غادي نزيد واحد 2 معالق تقريبا ديال العسل كما كتشوفوا. اللي بغى يزيد يدير السكر ولا هذا يضيفوا، هذاك الشيء على حسب الرغبه. هنايا كنخليو هذه الطويوه ديالنا حتى كتوكح. هنايا عندي واحد المعلقه ديال القرفه كذلك غادي نضيفها هكا من فوق صافي. هنا كنكونوا خلينا هاد المريقه بعد ما تعسل فيها داك الزبيب والعسل حتى كتنشف تماما من الماء، ما كيبقاش فيها حتى قطره ديال الماء صافي. عاد كنحيدو عاد كنطفيو عليها حتى كتبقى غير ديك اليدام واقف صافي هكا. كنحاولوا ما نحركوش اللحم لحقاش راه هو بدا يدخلوا الطياب. كنوزعوا غير هاد الزبيب هكا من الفوق صافي وكنخليوه كيتعسي. ايوا هذه هي الطياب ديالنا. دابا غادي ندوزو نقليو اللوز كما كتشوفوا. هنا غادي نغطيو عليها بالغطايه ونخليوها حتى كتنشف مزيان. والعافيه كتكون مهيله عليها بزاف، ما كنجهدوش عليها العافيه باش ما يتحرق ليناش، بحكم راه حنا كنديروا العسل وهذا داك الحلاوه كتلصق. هذا علاش خصنا العافيه غير تكون مهيله. ايوا هي هذا المروزيه ديالنا. بعد ما ان شاء الله نقلي اللوز وهذا ونرجع معكم في التزيين. وهنا كما كتشوفوا يا المتتبعين ديالي، انا هنا راني درت اللوز كيتقلى، درته في الزيت بارد باش كيعطينا داك التقرميشه. وفي هذه الكاسرونه اللي هي ثقيله لحقاش عندي مقله وهو خفيف بزاف دغيا كيحرق اللوز وما كيعطيناش التقرميشه. هادشي علاش راني كنقليه هنايا. هنا غادي ندوز نشوف الطاوه ديالي. ها نتوما كما كتشوفوا تعسلات رخات لنا داك اليدام حتى كنشوفوا الجناب ديال الطاوه تحمروا صافي. هنايا غادي نطفي عليه بعد ما بدات كتنشف. حيت عليها داك الغطايه ما غاديش نديرها لا كاع لحقاش الا درت لها داك الغطايه كيبقى داك البخار كيتجمع ويرجع لنا الماء يبقى كيقطر في الطاوه. هذاك الشيء علاش حيدتها ونشفات كما كتشوفوا. ها نتوما كما كتشوفوا بقات غير ليدام ما كيبقاش فيها ولا قطره ديال الماء، باش واخا تحتفظوا بها وتبقى لكم في الثلاجه مده طويله ما كتخسر ما والو. ايوا وخليكم معايا بعد ما نقلي اللوز ونرجعوا في الطبق التقديم.
وهنا كما كتشوفوا يا المتتبعين ديالي، انا هنا راني درت اللوز كيتقلى، درته في الزيت بارد باش كيعطينا داك التقرميشه. وفي هذه الكاسرونه اللي هي ثقيله لحقاش عندي مقله وهو خفيف بزاف دغيا كيحرق اللوز وما كيعطيناش التقرميشه. هادشي علاش راني كنقليه هنايا. هنا غادي ندوز نشوف الطاوه ديالي، ها نتوما كما كتشوفوا تعسلات وتعسلات، رخات لنا داك اليدم حتى كنشوفوا الجناب ديال الطاوه تحمروا. صافي هنايا غادي نطفي عليه بعد ما بدات كتنشف، حيت عليها داك الغطايه ما غاديش نديرها لا كاع، لحقاش الا درت لها داك الغطايه كيبقى داك البخار كيتجمع ويرجع لنا الماء يبقى كيقطر في الطاوه. هذاك الشيء علاش حيدتها ونشفات كما كتشوفوا. ها نتوما كما كتشوفوا بقات غير ليدام، ما كيبقاش فيها ولا قطره ديال الماء، باش واخا تحتفظوا بها وتبقى لكم في الثلاجه مده طويله ما كتخسر ما والو. ايوا وخليكم معايا بعد ما نقلي اللوز ونرجعوا في الطبق التقديم.